أنا مزوق فيك اديني معاك الحبيب، أنا مزوق فيك اديني نشوف المغرب، أنا مزوق فيك اديني معاك الحبيب. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. شعبي العزيز، على رابية تطل على نهر أبي رقراء الذي يفصل بين مدينتي الرباط وسلة، بالغا مستقره الأخير بالمحيط الأطلسي. تقع صومعة حسن شامخة في الزمان والمكان، لا يضاهيها في هذه المكانة إلا قصبة لوداي المقابلة لها والمحاذية للمحيط والنهر. ولئن ظلت الصومعة مستفردة بهذا المكان، فإن ضريح الملك محمد الخامس أخذ يزاحمها بعد أن بناه الملك الراحل الحسن الثاني ليكون قبرا لوالده، ثم ما لبث الولد أن التحق بأبيه وأخيه الأمير عبد الله، ليستقر الثلاثة على بعد أمتار من مسجد لم يكتمل بناؤه، ولو اكتمل لعد أكبر مسجد بالغرب الإسلامي في زمن الموحدين. وتعد صومعة حسن نقطة جذب للعديد من الزوار والسياح، وذلك لما تمثله من رمز إسلامي معماري أصيل، كما أنها ذات قيم تراثية وحضارية مشرفة على المحيط الأطلسي. وتضم ساحة الصومعة العديد من الأعمدة الرخامية ذات الشكل الدائري المنحوت بشكل جميل وجذاب، بالإضافة للعديد من النوافير المزينة بأشكال ورسومات إسلامية تعكس صورة واضحة وحية عن الفن الإسلامي الراقي. كما يوجد لها بابان رئيسان، ويقف أمام كل باب فارسان مغربيان يرتديان الملابس المغربية التراثية ويمتطيان حصانين. يبلغ ارتفاع صومعة حسن نحو 44 مترا، وتتخذ الشكل المربع، ولها مطلع ملتوي داخلي يسهل الوصول إلى الجزء العلوي منها، وخلال الصعود يمر هذا المطلع على 6 غرف.